فتره طويله، ده ممكن يخلق نوع من القلق والتسرع وسط الهلال. نعم، يعني اجوار في تنفيذ المخالفه القادمه هنا، المحاوله الماضيه والتقدم الماضي من جانب الظهير الايمن اطهر الطاهر، وبالتالي مخالفه هلاليه. فارس عبد الله وجاجون يتقدم، فارس العكسيه اليساريه والحارس شنان لها بالمرصاد. صراع يتواصل بين الطرفين بحثا عن الهدف الاول في مباراه اليوم، بحثا عن الهدف الاول. المحاوله الماضيه والاعاده للمخالفه بالنسبه لنادي الرابطه. شمس الدين خضر ويوسف امين، عكسيه موجوده يساريه، خروج لعلي عبد الله ابو 20 بقبضه اليد، يبعد، عادت في الوسط، على قدم في كره، اجاجون، لمسه لصلاح، عوده لاجاجون، تمريره الى الامام من جانب اجاجون، محاوله الوصول لوليد ومره تعادت من جديد، جارجو مرت المحاوله واحتجاج من جانب اللاعبين في المحاوله الماضيه، لكن ياسر الله جاب هدف اللاعب ايمن باشري. مخالفه تلعب على طول من جانب اللاعب شهاب الدين، يرسل كرة داخل منطقة الجزاء، والراسية موجودة من ليلي بوماكابي، العائد إلى الوجه، دفاع تصويبة، تصويبة قوية موجودة من جانب اللاعب شمس الدين جعفر، لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. فرصة كبيرة كانت من فيكتور، شوف المحاولة تمهيد الكرة أو إبعاد الكرة كان من جانب اللاعب أطهر الطاهر، بعد ذلك التصويب من حازم ياسين، لكن الهلال يعلم تماما خطورة الرابطة في الهجمات المرتدة. اجاجون يتقدم، تصويبة القوية، تصويبة من جانب النيجيري، لكنها مباشرة إلى حارس المرمى، الحارس شنان عباس، الرجل الذي تألق وكان أحد نجوم المباراة الماضية أمام المريخ هنالك في ملعب كوستي. هل سيواصل نفس الأداء المثالي في مباراة؟ يستعيد الكرة، لعبت على اليمين، يتقدم فيها جاجون، يتقدم فيها عبدول، عكسية ممتازة، ليليبو ماكابي الكونغولي يسجل الهدف الأول لمصلحة الهلال في هذا التوقيت، في أول طلعة هجومية، في أول مساحة وجدها الهلال على اليمين من جانب اللاعب المتقدم اجاجون، حولها داخل منطقة الجزاء، وجدت السريع لليبو ماكابي. شوف اجاجون تقدم في الكرة بالصورة المثالية، وبالتالي حول كرة داخل منطقة الجزاء، ومن لمسة وضعها على يسار حارس المرمى الحارس شنان عباس، وبالتالي الفرحة الأولى زرقاء لمصلحة الهلال عبر الكونغولي لليبو ماكابي. يسجل ثالث أهدافه في هذا الموسم في الدوري الممتاز، وبالتالي يتساوى مع وليد الشعلة. ماكابي ليليبو المهاجم الأيسر بالنسبة للهلال يضع الفرقة الزرقاء في المقدمة. فرحة كبيرة كما نتابع من جانب اجاجون، وردة فعل النجم النيجيري مع إحراز ليليبو ماكابي في الدقيقة الرابعة. هي موجودة اجاجون يا مجنون، محاولة جارجو، لا 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 لا، فرصة كبيرة ضائعة، فيها جملة تكتيكية، فيها تحضير على أعلى مستوى، لكن مرت وتحولت مباشرة من حكم اللقاء، أشار إلى ركلة جزاء على ما يبدو. الكرة اصطدمت في الساعد على ما يبدو لدفاع نادي الرابطة. شوف جارجو بعد ذلك التصويب، موجودة المحاولة والتقدير حكم اللقاء. الكرة اصطدمت بالساعد الأيسر لمرتضى بدوي، وبالتالي ياسر الله جابه. ليبو ماكابي رابع الأهداف في الدوري لليبو، الثنائية الكونغولية لمصلحة الهلال في شوط اللعب الأول من خلال ليليبو ماكابي من ركلة جزاء سريعا يسجل الهدف بالتأكيد الثاني لمصلحة الهلال. يواصل هذا الشباك ويصل لهدفه رقم 4 في بطولة الدوري الممتاز من خلال الأربع مواجهات، من 4 معدل تهديفي حتى الآن رائع بالنسبة لليبو ماكابي. شوف المحاولة وركلة الجزاء، وضعها على يسار حارس المرمى، هو باغت صراحة حارس المرمى شنان عباس، وبالتالي
تواصلت الفرحة الهلالية من جانب الكنغولي لليبو ماكابي. لاعبين أصحاب المهارة اللي دائما تتمنى أن تصل الكرة إلى قدميه. جارجو الآن يستلم، يحاول على اليسار، أطهر لجارجو من جديد، يتقدم فيها الجامبي مرة بالمهارة الكبيرة العكسية خطيرة، والحارس عباس، الحارس شنان عباس لليبو ماكابي على اليسار. فارس عبد الله يتقدم في كرة عكسية موجودة مثالية، والدفاع الأخضر يخلص، وماكابي على الطائرة أخذ الكرة الماضية لكن مرت مباراة اتلعبت إلى الأمام. عجاجون يتقدم في كرة، يتقدم عكسية، تصويبة، تصويبة يسارية قوية معها مهارة نيجيري، ولكنها مرت فوق عارضة الحارس شنان. هنا القصير المكير عجاجون، شوف مر بمهارة كبيرة من أيمن باشيري باليمنى، وبعد ذلك صوب باليسرى فوق عارضة الحارس شنان عباس، وبالتالي تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة الهلال. هنا عجاجون عبدون، عجاجون اتلعبت إلى الأمام. عجاجون يتقدم في كرة، يتقدم عكسية، تصويبة، تصويبة يسارية قوية معها مهارة نيجيري، ولكنها مرت فوق عارضة الحارس شنان. هنا القصير المكير عجاجون، شوف مر بمهارة كبيرة من أيمن باشيري باليمنى، وبعد ذلك صوب باليسرى فوق عارضة الحارس شنان عباس، وبالتالي تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة الهلال. هنا عجاجون عبدون، عجاجون موجود اللاعب لمين جارجو، تمريرة بينية ممتازة، يا سلام، مرت محاولة كبيرة من جانب وليد الشعلة، شوف يعني إصرار وإلحاح وليد الشعلة على التسجيل. مرت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب فوق العارضة، لكن شوف التمريرة البينية الممتازة من جانب لامين جارجو، والتمركز السليم من جانب أيضا وليد الشعلة، صوب مباشرة فوق عارضة الحارس شنان عباس، وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة نادي الرابط. سينغوني، وليد ماكابي لليبو، ماكابي مشوار على اليسار، عكسية أرضية، النيران الصديقة كادت أن تغالط لليبو ماكابي، العكسية موجودة، مرت على اليسار، اللاعب لامين جارجو حاول تقويص الكرة في الزاوية البعيدة، لكنها تصويبة الجامبي مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. عرض لها أطهر الطاهر، لكن ننتظر طبعا عودة أطهر بإصراره الكبير وإلحاحه الكبير على أداء العودة إلى، وهنا تصويبة القوية مرت إلى خارج أرضية، تصويبة قوية موجودة في المحاولة الماضية من جانب اللاعب أيمن عثمان، مرت إلى خارج أرضية الملعب. لاعب البديل في شوط اللعبة الثاني. فيكتور يتقدم، فيكتور يلعب لعبد الجليل عجاجون،